خدوا بالكم من هذه الوقعة التي حدثت سنة 89. فقلت يا أيها المؤمنون الرحمن اسم من أسماء الله لا يتسمى به أحد إلا الله. قلت ولكن مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة. وقلت يعني هيجينا ايه من الرياض غير البلاء، مرة مسيلمة الكذاب ومرة ابن عبد الوهاب. وبدأت اتكلم عن الحركة الوهابية اللي اخونا بيسأل فيها دي. وبعد الصلاة رجعت الى بيتي لحظات وطرق الباب طارق. خرجت قال لي انا بلدياتك دكتور في الحرس الوطني السعودي وجاي ادعوك، احد الامراء هنا في فندق شيراتون وبيدعوك على العشاء. حاضر. قال لي اجيب السيارة واجي الساعة كذا. طيب يا مرحبا. وذهبت فوجدت الامير موجود ومعاه وفد من 14، 7 اساتذة في الجامعة و7 قضاة. فانا اول ما دخلت وسلمت عليهم اشار الى من معه وقال ما فيش كلام الا بعد العشاء. طيب تعشينا جلسنا. خير. قال لي يا فضيلة الشيخ نحن نحبك كثيرا، كل ما ننزل مصر بنصلي وراك الجمعة، بس الزحام عليك مش بنقدر نسلم عليك، الزحمة اللي حواليك والمصافحة ما بعرفش اسلم عليك، بس انت النهاردة اسأت الينا اساءة كاملة ومسحت بينا الارض. ازاي؟ قال غلطت في ابن عبد الوهاب وهذا امامنا قلت له انت تعرف ايه عن ابن عبد الوهاب؟ قال رجل مصلح ومش عارف ايه وكان وماني. قلت له لا، انت تسمع مني، ابن عبد الوهاب تلميذ غبي متطفل على كتب ابن تيمية. فواحد من القضاة رفع ايده وقال انا مؤيد رأي الشيخ. فهو خاف لحسن يجوا واحد ورا واحد تنتهي المسألة. قال لي لا اخواننا حجتهم الدينية والعلمية قليلة، ممكن تيجي الرياض تناقش علماء الرياض في ابن عبد الوهاب. قلت له جاوب، انا في الدفاع عن آل البيت اروح اخر الدنيا، اروح اي مكان مهما كان. خد رقم الجواز وبعت لي ورحت اسبوع كامل واحنا نتناقش في الموضوع ده. دعاني الامير عبد الله ولي العهد، تناولت معه الغداء في قصره وقال لي بالحرف الواحد، قال لي نحن لا نقدس ابن عبد الوهاب، احنا بنعتقد انه كان رجلا مصلح، اتباعه هم اللي قاموا فيها وزودوا الحلال وحرموا علينا الحلال. هذا بالنص من فم الامير عبد الله، قال حرموا علينا الحلال. اعجب حاجة تعرف اللي مزعل علماء الرياض ايه؟ زيارة الامام الحسين. ازاي تروحوا تزوروا الامام؟ قلت والله ازاي يعني ايه؟ قلت له الله يقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. فيه مودة من غير زيارة؟ كيف تودوه؟ قلت له لو الامام الحسين جالس على كرسيه في بيته هتروحوا تزوره ولا لا؟ قال لي اروح ازوره. قلت له طيب الشهداء احياء عند ربهم والامام الحسين يسمعك ويسمع سلامك ويرد عليك ولا لا؟ سكت. المهم شوف، كاد المريب يقول خذوني في استراحة من الاستراحات بين المناقشات مع بعضها. قلت له امال ابن عبد الوهاب مدفون فين؟ قال لي في الدرعية على بعد 70 كيلو، تحب تزوره؟ فانا ما ردتش عليه. في الفجر وانا في الفندق اتصل بي الاستقبال قال لي في واحد عاوزك. الفجر نزلت لقيته هو، قال لي انا جبت السيارة اذا حبيت تزور ابن عبد الوهاب. قلت له بقى يا مجرم تعيب علي زيارة الحسين وعاوزني ازور ابن عبد الوهاب؟ 70 كيلو امشي ليه؟ ده انت عمال تقول لي لا تشد الرحال، بقول لي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، وازاي انتوا تشدوها للحسين؟ قلت له يا حبيبي احنا ما بنشدش رحال، ده التاكسي بنركبه 5 دقايق نكون عند مولانا، لا بنشد رحال ولا حاجه. وجاي عاوز يمشيني 70 كيلو في السيارة عشان ازور ابن عبد الوهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل.